هذا البرنامج برعاية شركة أفرولاند للاستثمار الزراعي، مؤسسة علي فايز للمحاماة. السلام عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. بالسلام دائما نبدأ، وفي القلب نحمل الحب لكم أجمعين. النهاردة معانا حلقة مهمة جدا جدا، فيها تقارير مميزة. معانا انفراد في قضية مؤدي المهرجانات عصام صاصة، ومعانا حادثة تانية مهمة جدا فيها تفاصيل يمكن العقل ما يصدقهاش، ومعانا كمان لقاء مميز مع مسؤول كبير هيكلمنا عن قانون التصالح. كل دي حلقات وحاجات هتكون موجودة معانا في حلقتنا النهاردة. بقالنا أكتر من يومين ما نمناش، مش مركزين وتعبانين، وكل ده لأننا في النهاية ماشيين في حاجة واحدة بس، في طريق الخير. هتقول لي طريق الخير ازاي؟ ده انت بتعمل برنامج اسمه مع المستشار. هقول لك ان الخير مش بس فلوس، الخير مش بس ان انت ممكن تعمل حاجة تكون ملموسة، حاجة مادية، حاجة معنوية. الخير يا جماعة ممكن يكون بابتسامة، ممكن يكون ان انا اصلح ما بين اتنين. في النهاية هيكون عندنا النهاردة حاجات مميزة جدا ومهمة جدا في برنامج مع المستشار، هنشوفها ان شاء الله. ولكن هناخد فاصل بسيط وبعدها نبدأ موجز الأخبار مع زميلتي هدير غريب، فانتظرونا. عصام صاصة يتصالح مع عائلة أحمد مفتاح. وافقت عائلة أحمد مفتاح ضحية حادث الدهس المتسبب به مؤدي المهرجانات عصام صاصة على قبول الصلح مع صاصة، وذلك قبل ساعات قليلة. وسينفرد برنامج مع المستشار بعد قليل بفيديو حصري لتفاصيل الصلح بين الطرفين. البحراوي يحرر محضرا ضد شقيق كهرباء. مع مطربي المهرجانات أيضا حرر مطرب المهرجانات رضا البحراوي محضرا في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبد المنعم كهرباء لاعب النادي الأهلي بسبب مشاجرات نشبت بينهما بدائرة القسم. وقال البحراوي في المحضر أنه كان يغني في حفلة على باخرة عائمة، وبعد انتهاء الحفل فوجئ بشقيق كهرباء ومعه عدد من الأشخاص يسبونه ويحطمون زجاج سيارته الخلفي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة. الظهور الأول لسفاح التجمع في القفص. يظهر غدا سفاح التجمع لأول مرة في قفص الاتهام بعد قرار النائب العام بإحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في واقعة اتهامه بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد. وقد يواجه سفاح التجمع أهالي الضحايا، حيث أكد زوج إحداهن أن زوجته بريئة مما ادعاه المتهم عليها بأنها كانت على علاقة غير شرعية به. وكشفت مصادر مطلعة لبرنامج مع المستشار عن رفض بعض أهالي الضحايا استلام جثامينهن، معلنين التبرؤ منهن وعدم توجيه اتهام لسفاح التجمع. هيئة الدواء تسحب منتج عناية بالبشرة شهير من الصيدليات بسبب الغش. في إطار سعيها للسيطرة على فوضى الأدوية والمنتجات الطبية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وجهت هيئة الدواء بسحب ووقف تداول أحد مرطبات البشرة المستخدمة في ترطيب الجسم من السوق المحلية. وقالت هيئة الدواء في منشور لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن المستحضر يحمل اسم كريم الجسم الحريري باللافندر من نيفرتاري للتشغيل ومن إنتاج شركة فارماسينتا مصر. إخلاء سبيل مدرس جمع 4000 طالب في صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية ب6 أكتوبر. أثارت مقاطع فيديو لتجمع طلاب الثانوية العامة داخل صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية بمدينة 6 أكتوبر قبل ساعات قليلة من انطلاق امتحاناتهم الكثير من الجدل بعدما تبين أن مدرسا شهيرا لمادة الجيولوجيا أعلن عن حصة مراجعة في الصالة ب4000 طالب. ألقت مباحث أكتوبر القبض على المدرس وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. وواجهت النيابة المدرس بما تردد أنه جمع مبلغ 1,200,000 جنيه بواقع 300 جنيه من كل طالب، فنفى المدرس جمع ذلك المبلغ الضخم، مؤكدا أنه ينظم المراجعات بأجور رمزية للطلاب، حيث يتقاضى من كل طالب 85 جنيها فقط وليس 300 جنيه كما تردد، وأنه استأجر صالة ألعاب حسن مصطفى لأنها معروضة للتأجير، ولم يكن يعلم أن جمع الطلاب للمراجعات مخالفا للقانون.
وفي النهاية قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل مدرس الجيولوجيا بضمان محل إقامته. وفاة محامية داخل حمام سباحة ببنها. شهدت محافظة القليوبية أمس الاثنين وقعة وفاة محامية داخل حمام سباحة إثر إصابتها بسكتة قلبية بعد تعرضها للإغماء، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وكلف الدكتور محمود السبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنة من الشؤون القانونية والإدارة الهندسية ومدير إدارة بنها للتحقيق في ملابسات الحادث ومعرفة أسباب الوفاة. كان هذا موجز الأسبوع، نهاية الموجز. هذا البرنامج برعاية شركة أفرولاند للاستثمار الزراعي، مؤسسة علي فايز للمحاماة. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج مع المستشار. كان معانا أخبار مهمة جدا، ولكن أهم خبر فيهم هو خبر مؤدي المهرجانات كما يقال، علشان نسمي الأشياء بمسماها، عصام صاصة. أهالي أحمد مفتاح المتوفى إلى رحمة مولاه هيعملوا أو عملوا اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض في التقرير. أستاذن الأستاذ مصطفى النادي يعرض لنا التقرير ونرجع نكمل مع بعض. عندنا النهارده خبر حصري من منزل أحمد مفتاح، وهو إن أسرة أحمد مفتاح قبلت الصلح والتنازل إن شاء الله هيكون غدا في المحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقدم خالص التعازي لأسرة المتوفي الله يرحمه أحمد مفتاح، بقول لهم البقاء لله، وبقول للناس كلها إن إحنا الحمد لله ترضينا مع الناس الحمد لله، وبقدم لهم خالص التعازي من كل قلبي، وربنا كان عالم إن أنا عمري في حياتي ما هسيب الناس دي مهما حصل. البقاء لله وألف رحمة ونور عليه. واحنا الحمد لله رب العالمين، يعني ما فيش بيننا وبين الناس دي اي حاجه يعني. وده عصام غير عصام سين صاد عين، هو كان سبب في تنفيذ قضاء الله فقط، يعني ما فيش اي شبهه ولا اي حاجه الحمد لله. وكان وارد انه اي حد، انا ممكن اطلع بعربيتي، انت تطلع بعربيتك، يحصل معنا اي كده، ده حادث عادي جدا يعني. والناس والله ناس يعني محترمين الحمد لله، واحنا والله مسامحينهم لوجه الله سبحانه وتعالى. احنا سامحناه عشان انا ام، وعارفه ام وقلبها عامل ايه عليه دلوقتي، وان السجن هتبقى عامله ايه، هتبقى محرقه مننا. فاحنا مسامحين لله تعالى، مش مسامحين اكتر من كده، وربنا يهديه ويصلح له حاله. ربنا يحفظك يا امي. الله يخليك يا استاذ علي، ربنا يبارك لك، والبركه فيك وفي ربنا ان شاء الله باذن الله. وربنا يخلي عياله يمكن يعوضونا بيه، لكن عمر ما حد هيعوضنا بيهم والله. بس احنا مسامحين عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، مش عشان خاطر اي حد. قدام العالم كله احنا مسامحين عصام لوجه الله سبحانه وتعالى، ما فيش اي حاجه يعني. ومعانا معاذ مدير اعمال عصام صاصه، لان معاذ اكتر حد قريب منه وشايف هل هو فعلا كان بيعاني وتعبان ولا لا. ودلوقتي طبعا بعد ما بلغته الصلح وبعد ما هو اتصالح مع الناس، وطبعا هو اتفق مع الناس ان هو يجي، الناس قبلوا العزاء وهيجي يشرفنا في الفيوم هو واهله، والناس هيقبلوا واجب العزاء. فكلمني عن شعور عصام دلوقتي بعد ما عرف ان الناس خلاص سامحوا. اكيد طبعا الوضع مع عصام دلوقتي بقى افضل وبقى احسن كتير عن الاول، لان والله العظيم فعلا عصام ما كانش بينام، ما كانش مشكلته بقى في يعني في ايه اللي هيحصل بعد كده. كان اهم حاجه عنده الناس، كان اهم حاجه عنده اهل المتوفي، كان اهم حاجه عنده ان هو ذنب كان حاسس بيه في رقبته. لكن باذن الله الحمد لله على كل حاجه، وربنا يرحمه باذن الله. انت بتحب عصام وكنت واقف معاه وقفه جامده جدا وبتسعى للصلح، انت والحاج سيد الصعيدي، فربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك يا باشا. عصام دوت انا مش يعني انا بحب عصام اكتر من نفسي، فطبعا لازم اكون حاسس بيه، وانا اكتر حد فعلا شفت عصام كان تعبان ازاي، وربنا وحده اللي يعني. اتنازلنا لوجه الله لعصام صاصة عشان مال الدنيا كله ما يعوضنيش حاجه في اخويا، فتنازلنا لوجه الله ورضينا السماح لوجه الله. عصام ومعانا عمه التاني الحاج عبد السلام، الناس المحترمه جدا، الناس الاصيله اللي ما شفناش منهم غير كل خير. عبد السلام محمود محروس عم المتوفي احمد مفتاح رحمه الله عليه.
ان شاء الله سامحنا عصام صاصه وجماعتهم لوجه الله عز وجل بدون اي مقابل، وان شاء الله ما لهمش عندنا الا التنازل باذن ربنا في المحكمه باذن الله عز وجل عن اي حاجه تخص القضيه لوجه الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله في انتظارهم على ال40 زي ما قلنا، هيجيب اهله واللي يجيب معاه يشرفنا برضه باذن ربنا يقدم واجب العزاء، واحنا في انتظارهم وفي اي وقت الف مرحبا ان شاء الله. في البدايه طبعا البقاء لله وربنا يصبرك. لله وحده. انا الزهراء محمد ابو هشيمه زوجة المرحوم احمد مفتاح احمد محروس. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ هل فعلا تصالحتوا؟ تصالحنا. طيب انت هتيجي بكره ان شاء الله في المحكمه وهتتنازلي وخلاص سامحتوا وهتتنازلي عن القضيه؟ هتنازل لوجه الله عشان خاطر جزا الله يرحمه. الحمد لله يعني، ويجيب ربنا كله كويس، واخويا عند الله شهيد والحمد لله يعني. الحمد لله واخويا عند ربنا شهيد، احتسبناه شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى. والحقيقه اكثر كلمه مؤثره كلمه الام، وهي بتقول انا ام وحاسه بامه هي عامله ايه دلوقتي، فاحنا اتصالحنا وسامحنا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن المفترض ان تذهب زوجة عصام صاصة غدا باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على اولاده، وتذهب بكره المحكمه تقر بالتنازل في محضر الجلسه امام المحكمه. المحامي دوره انه بيجيب حق المجني عليه، المحامي دوره انه بيدافع عن المتهم، المحامي ملوش دخل يجبر حد بالصلح او التنازل، واقروا بالصلح والتنازل فالمحامي ليس له دخل. لابد ان نعلم ذلك ونعي ما نقول. ودلوقتي هننتقل لقصه تانية مهمه جدا. كثرت حوادث الطرق الايام دي، كل شويه حادثه، وزي ما قلنا بتكون قضاء وقدر، بتكون ساعات استهتار من الشخص بعيد عن ادانته او التنازل او الاهليه او الكلام الجميل ده، بتكلم طبعا بشكل عام. ولكن عندنا حادثه غريبه جدا. لما كلمني رئيس التحرير والاستاذه هدير والشباب بيقولوا لي ان في بنتين ما عدوش برضو الدائري، كانوا واقفين وفي حد بيهزر بعربيه ملاكي خبطهم الاثنين، واحده طارت لفوق وقعت على الارض ماتت، والتانيه ما بين الحياه والموت في المستشفى. يا عم عادي، قضاء وقدر، ممكن انت تقول كده، لكن ده مش قضاء وقدر، ده استهتار. طب ايه اللي اغرب من ده؟ اللي اغرب من ده ان الام تلاقي تليفون بنتها اللي ماتت بيرن عليها ويقول لها الو انا عايز 1000 جنيه والا هنشر صور بنتك. بنتي مين يا عم؟ دي بنتي ماتت. بنتي ما انا عارف انها ماتت. الحي ابقى من الميت. قال لها كده بالفعل. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع نكمل في برنامج مع المستشار. انتوا منزلينها التلاجة تحت، بنتك ماتت. طبعا حاجة ربنا يا رب ما يوريها لحد خالص. وبنتك اللي في المستشفى وضعها ايه؟ بنتي حالتها صعبة طبعا، أول هام رجلها بايظة خالص محتاجة عمليات، نفسيتها متدمرة خالص، عقلها مش قادر يقتنع بأختها إنها توفت، ما رافضة الموضوع ده خالص. من كتر ما هي تعبانه، في حاجات في جسمها مش نافعه، عمالين نجيب لها في علاجات ونديها في علاجات عشان الحاله تستقر عشان تخش عمليات. بالنسبه للملاكي اللي خبطت بناتك الاثنين، ايه اللي تم معاهم بالظبط وهل اتهمتهم بشيء ولا لا؟ اطمنت عليهم، لقيت واحد ابن حلال ربنا يبارك له جايب لي قال لي انا صورت لك الارقام بتاعه العربيه، خليت الناس خدوا منه الصوره عشان كنت نازله من غير اي حاجه تخصني في البيت، ما فيش ولا تليفون ولا اي حاجه معايا، نازله زي المجنونه. طبعا خبر صعب. وودينا النيابه والحمد لله هم عاملين اللي في وسعهم وزياده شويه، حق الله يتقال. بشكرهم كلهم ان هم فعلا يعني قايمين بواجبهم وزياده، مهتمين بالموضوع جامد. وهو دلوقتي واخد 15 ايوه محبوس، واخد 15 يوم. وفي واحد تاني بقى بيبتزنا على التليفون، لقيت التليفون الرقم بتاع بنتي على تليفون بنت اخويا قاعده معايا، طبعا مش سايباني. لقيتها بتقول لي يا عمتي في حاجات غريبه حاصله من تليفون شروق، فبقول لها خير في ايه؟ قالت لي رسائل مش كويسه خالص، حاجه توقف الشعر. لقيته ماسك الارقام بتاعه البنات والحريم اللي على التليفون كلها، نفس الرسائل مبعوثه لكله كله 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 لكذا حد.
شويه وراح متصل بقى بيا يقول لي اديني 1000 جنيه. فبقول له ارحمني انا امها وهي ماتت. قال لي ما انا عارف انها ماتت وعارف انتوا ساكنين فين، بس انا محتاج ال1000 جنيه، اديني 1000 جنيه. قلت له ده هقابلك تدينا التليفون. قال لي لا حولهم لي كاش. بعت ابني قلت له انزل حول له على الرقم اللي بعته. ابني راح نازل متصل بالرقم اللي هو هيبعته، راح السكه اتقفلت في وشه وراح هو متصل بابني مباشر وراح قايل له انت نازل تحول لي الفلوس ولا نازل تعمل لي تحقيق، وراح قافل السكه في وش ابني. في ضحايا كتير، اني لقينا في رقم كان رنن علينا منه، لقيناه معمول واتس، دخلنا عليه، بنت اخويا دخلت عليه قالت لها والله ده انا بدور عليه زيكم، بالله عليك لو عثرتي فيه تقولي لي وانا لو عثرت فيه هقول لك، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، وعماله تحاسبن البنوته عليه. يعني هو متعود اي حادثه تحصل يروح ياخد التليفونات ويبتز الناس. ده اللي احنا اكتشفناه، فالموضوع كده كبير، مش انا بس ولا غيري، فهو هيفضل يتمادى، مفيش في قلبه رحمه. بتمنى من ربنا ان يجي حق بناتي من الاثنين، من اللي خبط بناتي ومن اللي بيساومنا على التليفون. واللي توفت دي كانت كل حياتي بمعنى الكلمه، والله كانت كل حياتي. هي اللي بتشتغل وبتصرف على البيت، هي اللي كانت قايمه بدور اخواتها، اي حد في حاجه بتروح تجري بورق، بتجري بحاجه، تيجي من عز شغلها تلاقيني تعبانه على الدكتور. كانت كل حياتي. ورجعنا لكم بعد ما شفنا كلام الام ووجع قلبها على بناتها الاثنين، وهم كانوا عايشين حياه بسيطه وعاديه جدا، وما بعد ما بنتها ما ماتت حصل اللي حصل. النهارده عندنا حاجات مهمه جدا، ومش عايز اطول عليكم لان معانا لقاء مهم جدا مع الاستاذ ايهاب منصور عضو مجلس النواب. انتظروني بعد الفاصل للتحدث حول قانون التصالح، القانون اللي في الحقيقه بيهم ناس كتير جدا، وفي ارض الواقع ناس كتير محتاجه تعرف اسئله بتدور في بالها، وحاجات لما بتنزل على ارض الواقع بتصطدم بيها. فانتظروني بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية شركة أفرولاند للاستثمار الزراعي، مؤسسة علي فايز للمحاماة. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل. قانون التصالح، وما أدراك ما قانون التصالح. القانون اتقدم مرة واثنين، وكان في حاجات في التطبيق العملي على أرض الواقع، وتعدل ثالث مرة. وعندما نتحدث عن قانون التصالح لا يفتى ومالك في المدينة. علشان كده هيكون معانا الأستاذ إيهاب منصور عضو مجلس النواب. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أسعدتنا ونورتنا. نتشرف بيك. جاهزين؟ تحت أمرك. طيب أنا في البداية كمواطن عادي عايز أعرف يعني إيه قانون تصالح. بص حضرتك، إحنا الكلام ده كان يمكن من 5 أو 6 سنين تم إثارته في مجلس النواب السابق. اتكلمنا في إنه في ناس عليها أحكام، في ناس بتطارد بغرامات ومشاكل كثيرة، فكان فكرة إنه الناس دي ممكن تتصالح ونقفل الصفحة وناخد خط، نقفل صفحة مخالفات وغرامات وأحكام. الدولة مش هتستفيد شيء من حبس المواطن، وفي نفس ذات الوقت هنستفيد من الأموال يعني اللي هتدفع في هذه. وفي نفس الوقت ده كان أمر للأسف استفحل في أغلب أماكن إن لم يكن كل الأماكن، بدليل إن أنت حضرتك اللي تقدم على القانون اللي فات 2,800,000 حالة، وفي أعتقد زيهم لسه ما قدموا 2,800,000 حالة. دول اللي قدموا على القانون اللي فات. الناس دي كلها مصيرهم إيه؟ كل القانون قال إن الناس القدام دول سيتم إحالة ملفاتهم كلها إلى القانون الجديد. تمام. بدون ما يدفعوا رسوم إضافية. يعني طيب نقف هنا ثانية واحدة. بدون ما يدفعوا رسوم إضافية. طب وبالنسبة للإجراءات اللي عملوها، يعني اللي عمل إجراءات مثلا وما استلمش نموذج 10 وضعه إيه في القانون الجديد؟ الناس اللي خدت نموذج 10 في القانون القديم وخلصت حالها خلاص انتهت حكايتها، خلصوا الدنيا، بس دول أقلية يعني. دول كانوا 4%، وحتى ال 4% دول مش كلهم خلصوا الإجراءات لأسباب كثيرة. لكن الناس بقى اللي قدمت على القانون القديم وملفاتها موجودة لدى الأحياء ومراكز المدن ومجالس المدن، كل دول يحالوا إلى اللجان الفنية في القانون الجديد تدرسها وتطلع فيها قرار ويختاروا بيه المواطنين علشان يكملوا الإجراءات. يعني اللي هيتوافق أو اللي هيترفض مفترض إن هيبقى في تواصل مع كل حالة، بحيث يقولوا له انت اتوافق على طلبك ومفروض تكمل. اللي هيتوافق على طلبه هيعمل ايه؟ هيكمل بقيه الفلوس، يدفع يا اما عنده حاجتين، يا اما يدفع بالتقسيط يا يدفع
كل المبلغ مره واحده. قبل ما نتكلم في التفاصيل الفنيه ويعني ايه نموذج 3 ونموذج 10، البعض الكثير من المواطنين يشكو من ان احنا بننزل وما بنلاقيش تنفيذ على الارض. ده سببه ايه؟ طالما الحكومه بتسعى وفي مشروع قانون اتوافق عليه وحاجه مفيده للبلد، ليه ما بيتطبقش؟ يعني الناس عندها حق على فكره في الحكايه دي، لانه ليه بقى ما بيتطبقش؟ لان احنا محتاجين مسؤولين قادرين على رؤيه اللي احنا شايفينه، يشوفوا الواقع اللي احنا عايشينه. اللي حضرتك بتقوله ده انا لسه وانا داخل لحضرتك ناس بيقولوا لي رحنا الوحده المحليه اللي في الحته الفلانيه، فقالوا لنا اصل احنا ما نعرفش، احنا النهارده 11/6، القانون صدر في شهر 12 من 6 شهور. تمام. واللائحه كانت المفروض تصدر في شهر 3 ما صدرتش، صدرت في اول 4. اذا اللائحه بقى لها شهرين والقانون بقى له 6 شهور، وما زال كثير من الموظفين، انا بقول لحضرتك وانا داخل كذا تليفون جاني على ان رحنا الوحده المحليه لكذا قالوا لنا مش عارفين نعمل معاكم ايه، رحنا الحي الفلاني ومش عارفين، بيقولوا لنا مش عارفين نعمل ايه. هل ده اداء عايز يجمع المليارات اللي هتتجمع دي ويخلص حال 2,800,000 طلب سابق؟ انت شايف ان ده سببه الحكومه الماضيه؟ طيب الحكومة الحالية هي السبب فعلا، وهي اللي مفشلت هذا القانون. لا لسه موجودين. لسه موجودين. وهم السبب الرئيسي في انه القانون ما نجحش لانه على التطبيق. لان لما تيجي تسأل حضرتك مسؤول ويقول لك اصل احنا دربنا 3000 ودربنا 1,000,000، ايوه فين دول؟ اين هؤلاء؟ لما بننزل بقى على ارض الواقع، انا مش بقول بس في قرى، لا ده في كل جنب بيتي وبيت حضرتك. احنا دور فين دورنا في مجلس النواب؟ دورنا بقى في المتابعه، في طلبات الاحاطه، في الاستجواب، تم يعني فين دورنا بخصوص هذه الجزئيه؟ انا حضرتك اللائحه قالت، اللائحه طبعا صدرت في 5/4 وتم عمل بها من 5/5 يعني من شهر تقريبا، وادت شهر مثلا انه الاحوزه العمرانيه والكتل القريبه من الاحوزه تخلص علشان الناس اللي هم بيقدموا على التصالح يلاقوا انا بره الحيز، طب انا قريب ولا بعيد، يبتدي ياخد خطوات. للاسف بيجيني شكاوى حتى هذه الثانيه اللي احنا فيها، الناس بتكلمني بتقول لي رحت الوحده المحليه في كذا ورحت في كذا، وما زال يقول لي نفس الكلام. انا حضرتك تقدمت بطلب احاطه في هذا الشأن، قد يعني يناقشوا المسؤولين الحاليين في الحكومه او المسؤولين اللي هيجوا. في كل الأحوال المنظومة إن استمرت بنفس هذا الفكر ونفس الإدارة دي، أنا بقول القانون هيفشل للمرة الثالثة على التوالي. إن شاء الله عندنا أمل بإذن الله إنه يتم تنفيذه بشكل كويس. كلام جميل جدا فكرة التأهيل وإن إحنا نأهل الناس تدريب على أرض الواقع، ولازم المسؤول التنفيذي في الوحدة المحلية يكون عنده الشجاعة الكافية إن هو يبدأ ينفذ الكلام ده. بس لما يبقى فاهم الأول عشان ينفذ، طول ما هو مش فاهم هيعطل الناس. ده انا عندي حاجات غريبه جدا، يعني لسه جايلي المفروض الكتل القريبه دي في لجنه من الزراعه والتخطيط ومجلس المدينه تجتمع والاساسي فيها الزراعه. تمام. عندي جواب جايلي ان الزراعه بتخاطب الوحده المحليه الكذا، بتقول لهم قولوا لي ده خارج ولا داخل النطاق ولا. طيب بعيد عن هذه الصدامات وخلينا نقول الصراعات، ولكنها في النهاية محمودة. قد يكون المسؤول ده هو خايف ياخد خطوة في حاجة معينة فيخطئ فيكون عليه مسؤولية. خلينا نقول إن شاء الله في المستقبل القريب تم حل الموضوع وتم تنفيذ القانون على أرض الواقع. ما هي الحالات التي ستستفيد من هذا القانون وما هي الحالات المستثناة من تنفيذ قانون التصالح؟ بص حضرتك، في 3 مناطق في قانون التصالح. في منطقة ناس هتتصالح بصورة مباشرة. يعني ايه بصورة مباشرة؟ يعني مثلا اللي خد نموذج 10 في القانون اللي فات تمام وعايز يستكمل الدور، هيقدم بعض المستندات وهيخلصها وهياخد استكمال، دي حالة خلصت. الحقوق الارتفاق ممكن التصالح معاها، ممكن يمشي في إجراءات ويخلص. التعدي على الارتفاعات ممكن التصالح معاها وتخلص. تغيير الاستخدام سواء في مناطق ليها مخططات تفصيليه او ما فيهاش ليها طريقه وتخلص. كتل قريبه مبنيه قريبه من الاحوزه العمرانيه
وحتى التصوير الجوي بتاع 15/10/2023 ليها اجراءات وتخلص. حتى لو كانت زراعه في الوقت الحالي؟ لو دخلت في نطاق الكتل القريبه من الاحوزه. مهمه جدا دي. فدي محتاجه ان الاحوزه تخلص والكتل القريبه تخلص عشان نحل ده. كل دول يقدروا يتصالحوا. وبرضو اللي في المناطق المتميزه والمباني الطراز المعماري متميز هكذا ممكن يتصالحوا. دول ناس هيقدروا يتصالحوا طبقا للقانون. طيب في ناس مش هيعرفوا يتصالحوا. ايوه مين دول بقى؟ انه المبنى يكون فيه اشكاليه في السلامه الانشائيه، تمام، او في تعدي على الاثار او نهر النيل، او تغيير استخدام جراشات. دول مفيش تصالح بصوره مباشره، مفيش. طيب انا النهارده القانون نزل، اللائحه التنفيذيه بتاعته نزلت، وانا بنيت بعده، هل ليا تصالح؟ لا بص حضرتك، القانون السؤال ده مهم جدا يعني. في تاريخين يخصوا القانون. ايوه. في تاريخ الناس اللي بنوا بره الحيز العمراني، ده في تعدي على الزراعه، وده امر ما هوش مش كويس يعني، ما احناش مش محمود، واحنا يعني متضايقين منه، لكن حصل خلاص. فعايزين نفكر سوا كدوله ازاي نوقف التعدي على الاراضي الزراعيه، وازاي نحل مشاكل بقى المواطنين بتاعه اللي عايزين يتصالحوا. التاريخ ده هو حتى 15/10/2023، لكن القانون نفسه يتطبق على ده تاريخ لخارج الاحوزه. اما الناس بقيه الناس في القانون يتطبق عليها القانون ده صدر 17 ديسمبر 2023. اللي قبل هذا التاريخ وداخل الحيز يقدر يتصالح. طيب لحد دلوقتي لسه في ناس موجوده في السجون وعلى ذمه قضايا تخص المخالفات وما طلعوش لحد دلوقتي، ليه؟ ما هو للاسف الشديد ده اللي بقوله لحضرتك. القانون قال القديم، وده القانون القديم كان بيقول في نموذج اسمه نموذج 3، وفي كل قانون في نموذج برضه هنا بيعمل نفس القصه. لما بياخدوا المواطن ده دليل ان هو جهز مستنداته وراح قدمها في الحي او مجلس المدينه، او ففي عنده جديه، او راح وعمل جديه وابتدى يدفع الرسوم بصوره مبدئيه، فخد نموذج ده يوقف الاحكام وهكذا، وده كان بيحصل. تمام. والناس تاخد افراجات. لكن هي المشكله فين؟ انه تلاقي حي عنده 50,000 ملف تصالح، حي من الاحياء. اللجنه الفنيه تقعد 3 سنين، المسؤولين في الحي ما يطلعوش غير من ال 50,000 4,000 بس ملف، والباقي في الادراج. ده غلطه مين؟ الامانه الفنيه اللي هي الحي نفسه، مسؤول الحي اللي ما طلعوش لاغراض ما الملفات وفضلوا حاطينها في الدرج، فده اثر على الناس بصوره سلبيه. تفعيل القانون على ارض الواقع هل مرتبط ارتباط صريح بتغيير الحكومه؟ لا، يعني هو الحكومه تتغير ما تتغيرش مش ده اللي هيأثر. احنا اللي هيأثر ان احنا نغير الفكر ونغير السياسات ونغير القناعات. يعني لما يجي لك مسؤول او وزير ومقتنع انه التنفيذ كان احسن ما يكون في التصالح، طب ده هتعمل معاه ايه؟ هتغير ازاي معاه؟ ده هو مقتنع. طب هو القانون بقاله 5 سنين، نجح ولا فشل؟ القانون فشل ذريع، ده 4% بس اللي خلصوا في 5 سنين. اذا القانون ما حدش يقدر يقول ان احنا عملنا اللي علينا والدنيا تمام، ما ينفعش تتقال. ومع ذلك تلاقي بعض المسؤولين يقولوا ده. اذا هذا المسؤول لن يحرك القانون خطوه لقدام. لازم يبقى في تغيير للسياسات، للافكار، للقناعات، علشان نقدر نطلع خطوه. الحقيقه موضوع مهم جدا، وانا كان نفسي والله وقت الحلقه يكون اطول من كده بكتير. في النهايه لو حبينا ندي روشته للحكومه وبالتحديد المجالس المحليه وروشته للمواطن في قانون التصالح، في سطور المواطن غلبان، يعني الحكومه جايه عليه يعني زي ما بيقولوا، لانه الحقيقه هو عايز يتصالح. الناس اللي بتكلمني اليومين دول راحوا يتصالحوا، وفي ناس قدموا من شهر ولحد دلوقتي ما حدش كلمهم، رغم ان اللائحه حاطه تواريخ يترد على الناس ويتقال لهم وهكذا. فالمواطن عايز يتصالح، منتظر الحكومه. اما بقى الحكومه عليها انها اولا تخلص الواجب اللي عليها، اللي هو ايه؟ تدرب الناس تدريب بجد، مش تدريب على السوشيال ميديا دربنا والاحوزه العمرانيه تخلص والكتل القريبه تخلص.
والاجراءات تتسرع بصوره حقيقيه. تمام. سياده النائب ايهاب منصور، بشكرك، اسعدتني وشرفتني. تحت امرك. دائما تمر الدقائق والساعات كانها لحظات فينتهي الوقت، لكن لم تنتهي الايام بعد، لانه ما زال في حياتنا بقيه. القاكم على حب وحلقه جديده الايام القادمه في برنامج مع المستشار. مصر بلد الخير والأرض سرها، وعلشان بنحبك وبنحبها هنحقق حلمك وحلمها. أفرولاند هي دي منطقة الخيال الأخضر اللي قدرت تغير شكل الطبيعة وتحوله لمدن خضراء. اتولد الحلم اللي بدأ في 2007 بمولد أول مدينة لزراعة وإنتاج الزيتون في مصر بمدينة وادي النطرون. مع أفرولاند الحلم بقى حقيقة في أرضها. على مساحة 1000 فدان تم تشييد مصنع للتخليل وتصنيع زيت الزيتون، وكل ما حجم العطاء بيزيد حماسنا بيتضاعف، عزيمة وإصرار إننا نحافظ على كل نجاح حققناه على أرض خضراء. مهما كانت احتياجاتك وأيا كانت إمكانياتك، مع أفرولاند هنحقق حلم حياتك. مؤسسة علي فايز للمحاماة والاستشارات القانونية، أساتذة في القانون ومجال المحاماة في كل التخصصات، جنائي ومدني وقضاء عسكري، تأسيس الشركات وخدمات رجال الأعمال، مجلس الدولة والقضاء الإداري، ولدينا قسم خاص لكتابة مذكرات النقد والتماس إعادة النظر.